مباراة الزمالك وإنبي بفوز الزمالك 2-0 في مباراة غير عادلة وفوز غير عادل. مثلا ضربة الجزاء اللي اتحسبت على إنبي في الشوط الثاني، الكرة جايه في ظهر لاعب إنبي واتحسبت على ضربة جزاء. مع ذلك مع العلم إن ناصر عباس الحكم الدولي والمشرف على لجنة التحكيم في اتحاد الكورة قال لك ان الكوره لو خبطت في الارض وجت في ايد المدافع ما تتحسبش ضربه جزاء. ده القانون الدولي اللي بيقول كده او القانون اللي بيقول كده، بس هي ما جاتش في ايده اصلا، هي جت في ظهره واتحسبت ضربه جزاء. بين ذلك الحضن القانوني، الحضن القانوني من لاعب الزمالك الونش لمصطفى قفة لاعب انبي، وما اتحسبتش ضربه جزاء. يعني فضيحة تحكيمية كاملة، مباراة فوز بالفضيحة التحكيمية. ويا رب ما نبطلش الاحتواء شغال من اولها لاخرها. عايزين يدوا الدور لبيراميدز بالاحتواء، وعايزين يصعدوا الزمالك افريقيا بالاحتواء، وكلها بالحب. سلام.